السلام عليكم، اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. اتمنى ان شاء الله ان الفيديو النهارده يعجبكم. ما تنسونيش في لايك بقى، كومنت حلو، عشان اللايكات والكومنتات هي اللي هترفع الفيديو معانا. اتمنى باذن الله ان الفيديو النهارده يعجبكم، وكل الفيديوهات اللي انا بنزلها على القناه والكلام اللي احنا بنتكلم فيه يعجبكم. عايزه اقول لكم اني انا شفت بوست كده على الفيسبوك، فالبوست ده فكرني بحكايه، فجيت حبيت يعني ان انا اتكلم في الموضوع ده معاكم. واكيد في ناس هتكون حصل لها نفس الموقف ده، وممكن ناس ما حصلهاش، وممكن ناس تقول ان هي هيافات يعني. لكن ما علينا، خلينا نحكي اللي حصل. شفت بوست على الفيسبوك بيقولوا ان الجن سرق مش عارفه ايه حاجتي، سرق ايه بتاعتي، وسرق ايه، واللي تقول لك مثلا سرق بندانتي وسرق طرحتي، واللي تقول سرق مش عارفه ايه. في ناس في الكومنتات اكدت ان الكلام ده حقيقي، وان فعلا الجن بيسرق الحاجه. وفي ناس اخدت الموضوع بهيافه وفضلوا يضحكوا ويهزروا، وخدوا الموضوع ان هو موضوع مضحك يعني. لكن انا لما شفت البوست ده انا افتكرت الحكايه اللي انا هحكي لكم عليها دلوقتي. بنت كانت في تانية دبلوم، وكانت تعبانه جدا جدا جدا، لدرجه ان هي كانت كارهه البيت، وكانت عندها صداع شديد جدا، وجسمها وجعها جدا، وكانت بتقول لمامتها انا تعبانه. مامتها تقول لها تعبانه مالك؟ تقول لها مش عارفه، انا حاسه ان انا مخنوقه، حاسه ان انا مش طايقه اقعد في البيت، حاسه ان انا تعبانه. فمامتها في الوقت ده جابت لها مسكن، وعطتها يعني مسكن وكده، وقالت لها عشان يعني يمكن يريحك، البنت ما ارتاحتش. قالت لها طيب حاولي تنامي. البنت برضو مش عارفه تنام، حاسه ان هي تعبانه ومش مرتاحه. كان لها صديقة صاحبتها في المدرسة، البنت دي كان عندهم واحد قريبهم بيعالج بالقرآن. قامت قالت لها تعالي اخلي فلان قريبنا دوت يقرا القرآن على راسك يمكن ترتاحي. فردت قالت لها خلاص تمام ماشي. المهم راحت لها، والشخص ده حط ايده على راسها، وفضل يقرا القرآن ويرقيها وكده. المهم قال لها قال للبنت اللي هي التعبانه دي، قال لها هو انت عندك حاجه تاهت منك من البيت؟ ردت عليه قالت له العبايه بتاعتي السمراء مامتي كانت لسه شاريها لي، وكنت فرحانه بيها جدا، و اختفت فجأة، وانا قلت لوالدتي عليها. والدتي قالت لي خلاص عوضنا على الله، يمكن يكون حد اخدها، لان هي كانت جديدة وما اتلبستش الا مرة ولا اتنين، واختفت خالص من البيت. فالشيخ ده قال لها انت دورتي عليها كويس؟ قالت له انا قلبت البيت كله عليها مش لاقيها. قال لها هتلاقيها، لكن لو لقيتيها متاخد منها حاجة ان شاء الله لو زرار ارميها، لان حد اخدها. ردت قالت له ازاي حد اخدها؟ ما حدش جه عندنا البيت. راح قال لها ده ممكن يكون الجن هو اللي اخدها. هو اللي اخد يعني الساحر، يعني الشخص اللي راح قال للساحر اعمل سحر للبنت دي، بيبعت قال خادم قال يسرق الحاجه دي ويوديها للساحر من غير ما حد في البيت يشوف او يعرف. تمام. قال لها تروحي تلاقيها، بس لو لقيتيها ناقصه حاجه او ما فيهاش حاجه ارميها. المهم البنت بقت مخضوضه ومهاش عارفه تعمل ايه يا عم اللي انت بتقوله ده، ايه الكلام اللي مش هي مش فاهمه حاجه. المهم خدت صاحبتها معاها ودخلوا البيت، ودخل عماله تترعش وتترعب. ما هو في بقى جن وكلام بقى، دي راحه تترقي يعني هي راحه يرقيها، يقرا على راسها قرآن عشان تخف من اللي هي فيه. المهم بتقول اول ما دخلت من باب الاوضه بتاعتها لقت العبايه السمراء مفروشه على السرير، مفروشه على السرير كده قدامها. بصت للعبايه وهي وصاحبتها وهم مصدومين. مسكوا العبايه لقوا العبايه مقصوص منها حته بالمقص، مقصوص منها قطعه بالمقص.
راحت قالت لمامتها وحكت لها على اللي حصل. مامتها قالت لها خلاص كلموا الشيخ وقولوا له ان انتوا لقيتوا العبايه ده ما كانش وقولوا له فيه على موبايلات، كان في فيه تليفونات ارضي. اتصلوا على الشيخ ده، صاحبتها اتصلت عليه لان هي طبعا قريبته وعارفه رقمه. قالت له يا شيخ احنا لقينا العبايه محطوطه على السرير ومقصوص منها حته بالمقص. قام قال لها انقعوها في ميه بملح وارموها في الزباله، ما تخليهاش تلبسها تاني. طب والحتة يا شيخ اللي اتقطعت من العباية؟ قال لها اكيد كده الساحر اخدها عشان يأذيها بيها. تخيلوا القصة، تخيلوا. يعني هي راحة عشان ترقي نفسها، قام حصل ايه وجرى ايه؟ المهم راحت واخدة العباية السمراء، نقعتها في مية بملح وقامت واخداها رمياها. طبعا فضلت فترة تعبانة ومريضة وربنا يشفيها ويعافيها يا رب، ويشفينا ويعافينا جميعا ويأذي كل مؤذي. هل يا جماعة انتوا بتصدقوا في المواضيع دي ولا لا؟ انا هسيب لكم الكومنتات، ردوا عليا في الكومنتات، وهل انتوا بتصدقوا المواضيع دي ولا لا؟ وهل فعلا في حد اتحط في الموقف ده ولا لا؟ انا ساعات بيتوه مني حاجات كتير وبتتاخد مني حاجات كتير من البيت، وساعات بلاقيها تاني. يعني مثلا ممكن يتوه منك فلوس، ممكن يتوه منك طرحة، ممكن يتوه منك بندانة، ممكن يتوه منك بلوزة، اي حاجة. بس بتظهر تاني. بس انا من ساعة القصة اللي انا حكيت لكم عنها دي، انا لما حاجة بتضيع وبتوه فترة طويلة وبرجع الاقيها، انا بخاف البسها تاني بصراحة، بتخلص منها على طول. اتمنى باذن الله الفيديو النهارده يكون عجبكم، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.